الأصوات المحصلة عليها التي تمت وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالانتخابات فقد أسفرت على النتائج التالية: جبهة التحرير الوطني 164 مقعد، منها 50 ممثلين. التجمع الوطني الديمقراطي 97 مقعد، منها 32 امرأة. تحالف حركة مجتمع السلمي 30 مقعد، منها 6 نساء. القوائم المستقلة 28 مقعد، منها 3 نساء. تجمع أمل الجزائر 19 مقعد، منها 4 نساء. الاتحاد من أجل النهضة العدالة والبناء 15 مقعد، منها 4 نساء. جبهة المستقبل 14 مقعد، منها مقعدين للنساء. جبهة القوى الاشتراكية 14 مقعد، منها 3 مقاعد للنساء. حزب العمال 11 مقعد، منها 3 مقاعد للنساء. التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية 9 مقاعد، 3 منها للنساء. التحالف الوطني الجمهوري 8 مقاعد، منها 4 مقاعد للنساء. حركة الوفاق الوطني 4 مقاعد. حزب الكرامة 3 مقاعد. حزب الحرية والعدالة 2 مقاعد. حزب الشباب 2 مقاعد. عهد 54 2 مقاعد. التجمع الوطني الجمهوري 2 مقاعد، منها 1 للنساء. حركة انفتاح 2 مقاعد. جبهة النضال الوطني 2 مقاعد. الجبهة الديمقراطية الحرة 2 مقاعد. الحزب الوطني للتضامن والتنمية 2 مقاعد. الجبهة الوطنية الجزائرية مقعد 1. حزب الفجر الجديد مقعد 1. حركة اليمين مقعد 1. تحالف تكتل الفتح مقعد 1. الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية مقعد 1. جبهة الجزائر الجديدة مقعد 1. اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية مقعد 1. الجبهة الوطنية للحريات مقعد 1. حزب التجديد الجزائري مقعد 1. الاتحاد للتجمع الوطني مقعد 1. الاتحاد الوطني من أجل التنمية مقعد 1. الحركة الوطنية للعمال الجزائريين مقعد 1. حركة المواطنين الأحرار مقعد 1. حزب العدل والبيان مقعد 1. للنساء جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة لا مقعد. إذا كل الأحزاب الأخرى المشاركة: جبهة الحكم الراشد، حزب الوحدة الوطنية والتنمية، حزب الخط الأصيل، منبر الجزائر الغد، الوسيط السياسي، الحزب الجزائري الأخضر للتنمية، حزب النصر الوطني، حزب التجديد والتنمية، حركة الشبيبة والديمقراطية، الجبهة الوطنية للأحرار من أجل الوئام، الجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة، التجمع الجزائري، الحركة الوطنية للأمل، حزب العمال الاشتراكي، الحركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو، الجبهة الوطنية للأصالة والحريات شاركوا بدون أن يحصلوا على أي مقعد. تلكم
هي النتائج الأول المسجل، ولا يسعني إلا أن أهنئ القوائم المشاركة على النتائج المحققة. وفي الختام أتوجه بخالص عبارات الشكر والعرفان لكافة الإطارات والأعوان الذين سهروا مباشرة على هذا الحدث الديمقراطي. والشكر موصول أيضا لأفراد الجيش الوطني الشعبي ومنتسبي أسلاك الشرطة والدرك الوطني والحماية المدنية وكل الأسلاك الأمنية التي سهرت منذ عدة أشهر على توفير الأمن والاستقرار وجو السكينة والاطمئنان الذي وسم هذه الاستشارة الانتخابية. وكعادته أبرز شعبنا الأبي مرة أخرى بالدول الصديقة والشقيقة وعيا بالتحديات والمخاطر التي تحدق بوطننا، وعبر عن تجنده الكامل في وجه المتربصين، متشبثا بقيم الديمقراطية والمشاركة الحضارية والسلمية في تعزيز مؤسسات بلادي. شكرا لكم.